الشبيبه بعسلان رضواني، شتي بالكلام سعدو، ريح جرار بوخنشوش، بالعلجيه خرج حمار في النصف ساعه الاول، ودخل بن يوسف جعبوط المدرب يوسف بوزيدي. طبعا عبد الحق بن شيخه يدرب الوفاق، يساعده مليك زورقان. حدوش في كره للوفاق طويله اماميه، البحث عن المهاجمين، الكره من هناك لزيتي، وصل زيتي لا، الكره اسرع واقوى والى ضربه مرمى للحارس عسلان مليك. من هو القادر اليوم على تحريك المباراة؟ أين يوجد مفتاح المباراة؟ بقدم من برأسية أو بقدم أو بجزئيات أو بكرة ثابتة أو بشيء من هذا القبيل. من هناك يحاول المرور، توزيع عرضية بين أحضان حارس عسلان من جانب الوفاق. عسلان مليك طبعا بن عبد الله هو حكم هذه المباراة، بورشو الحكم المساعد الأول، مصباح الحكم المساعد الثاني، تيجي زوا هو الحكم الرابع للمباراة. هذا رايح يخرج كرة إلى رمي التماس لمصلحة زيتي قائد الوفاق. طبعا نذكر بأن ملعب 8 ماي تم رسميا يعني قبوله أن يكون أو مقبول من طرف لجنة الكاف، تكون إدارة الوفاق قد تلقت مراسلة من الفاف تؤكد بأن الكاف رسميا وافقت أن يحتضن ملعب 8 ماي 45 مباريات الرابطة المحترفة أو رابطة أبطال إفريقيا المنتظرة في شهر ماي. البداية ستكون مع تي بي مازامبي الوفاق. كرة خرجت إلى رمي تماس لمصلحة دفاع الوفاق. زيتي، زالت المعادلة الصعبة مستمرة بالنسبة لشبيبة القبائل عندما تواجه الوفاق. بن عياد يخطف كرة، ينتظر المساندة، بكير في أول محاولة يسدد الكرة بعيدة. بن عياد آية عمر، أظن بأن بنوح هو الذي ترك أرضية الميدان. كرة من هناك لشبيبة القبائل، انطلاقة صعبة. بن يوسف يحاول يوزع كرة بالعلجية بين أحضان الحارس، زغبة في المكان المناسب. حتى سعد يخرج كرة من هناك مباشرة لبكير. انطلاقة على الجهة اليمنى، زيتي مقطوعة في الوسط، تعود الكرة من جديد، كرة ثانية لآية عمر يوصلها مباشرة، توزيع كرة عالية ولكن مرت. بدران حاول توزيع الكرة الأرضية ولكن الكرة مرت على الجميع. إلى رمي التماس لمصلحة شتي ولشبيبة القبائل. بن علجية مقطوع الكرة للوفاق، محاولة المرور من جحنيت ولكن لا، ضربة مرمى يقول الحكم. جحنيت غير راضي. عسلان طويلة الكرة بسرعة، تغطية من دفاع من سعد. آية عمر، بن علجية يغير الاتجاه. بن يوسف، راية مرفوعة، هناك خطأ يقول الحكم لدفاع الوفاق. بن يوسف ارتكب الخطأ والدفع ربما على حدوش. سقوط الحكم المساعد السيد بورشو. سلامات كيف كانت الحادثة وكيف وقع السيد بورشو؟ كان هناك ربما التواء في القدم، تقديم العلاج والإسعاف من جانب طبيب ومعالج فريق الطيف وفاق سطيف للحكم السيد بورشو. تحدث مثل هذه الأشياء في كرة القدم بالنسبة للحكام، متعرضون هم كذلك للإصابات. سلامات، جانب من الجماهير المتفرجة. الجمهور هو غفير جدا اليوم فوق مدرجات ملعب أو نوفمبر. هناك في المنصة أيضا وجوه كروية من اللاعبين القدامى
شبيبة القبائل. في وضعية طبعا تحتاج إلى مساعدة وإلى مساندة من جانب الجماهير، من جانب الأنصار. الحكم الرابع على سلامة الحكم الثاني السيد بورشو يعود بسلامة، يعود بألف خير، ولكن لم نشاهد كيف حدثت الواقع. سلامة زغبة يرسل كرة طويلة، بن عياد يحولها بالراس، محاولة من جانب الوفاق، تغطية من شبيبة القبائل، تحول إلى عملية هجومية ينتظر بن يوسف، يوصل كرة لبن الجية من هناك على الجهة اليسرى، خطير عندما يتوغل، يحاول يحضر كرة ولكن بالخطأ. كرة مباشرة للحارس عسلان من الدفاع، طويلة أمامية، محاولة بن الجية للخروج، هو للكرة ولكن تغطية من زيتي. سعد يسيطر على الكرة، ملعوبة مع زيتي، يخرج الكرة زيتي بالطول، تعود من جديد لشبيبة، محاولة في الوسط، خرج على الجهة اليمنى، رضواني يحاول أمام أوبومبو، الكرة إلى رمي تماس أو إلى ضربة مرمى. تغطية ممتازة من أوبومبو أمامكم على الصورة لحماية هذه الكرة. محاولة رضواني للوصول، حدوش ايتوا مرة، كرة طويلة لبكير، تغطية من سعيد بالكلام، يخرج الكرة إلى رمي التماس. تغطية دائما حاضرة في الوقت اللازم والمناسب. يحاول أن يعود سعيد بالكلام إلى مستواه، حدوش الضغط عليه، يعود إلى أوبومبو، يستنجد بالحارس زغبة بالخطأ إلى ركنية، يقول أو تذهب الكرة مباشرة إلى ركنية لجعبوط. بعد هذه الكرة الخاطئة من زغبة يطمئن الدفاع، خدعته هذه الكرة السهلة والإبعاد لم يكن بالمستوى، تخرج لنا ضربة ركنية لبن الجية مهدي. بن الجية ملعوبة، مرت أخطر كرة لحد الآن في الشوط الثاني لشبيبة القبائل. جعبوط في القائمة الثانية لم يتمكن من ضرب الكرة كما ينبغي. ملعوبة كما يجب، ولكن جعبوط تساهل لضرب الكرة. خروج الزغبة، يبحث عن الكرة، وصلت لجعبوط، لم يتمكن من وضع الكرة في شباك الحارس زغبة. فرصة ثمينة رأسية ضاعت على جعبوط وشبيبة القبائل. ايتوا عمر ساقط على الأرض، استفاد من خطأ. للوفاق ولحدوش، يؤدي في موسم كبير يستحق الإشادة، الذي يؤدي يستحق الإشادة. يلعب كرة طويلة، بالعياد يحاول من بكير، تغطية من دفاع، يخرج الكرة دفاع شبيبة القبائل. جعبوط يحضر كرة من جديد لشبيبة القبائل من هناك، سعد يخطئ، بوخنشوش المتابعة من رايح على الجهة اليسرى، توزيع أرضية، زغبة فوق الجميع، يتفوق ويسيطر على هذه الكرة بسرعة. الكرة للوفاق، محاولة للرد من بن عياد، يحاول ولكن سعد بالكلام، وصلت الكرة مع سعدو. سخنت المباراة أحسن مما كانت عليه، حتى الجمهور والأنصار يدفعون بالفريق. محاولة من هناك لمصلحة بدران، يحاول أن يمر بدران بهدوء في وسط الميدان، يحضر لآيتو عمر، طلب الكرة بكير، وصلت بكير، يحاول أمام 4 لاعبين، يوجد الطريق، توزيع الأرضية هايلة، ممتاز
ممتازة ولكن المتابعة ليست هناك من بن عياد. الكرة مباشرة إلى ضربة مرمى أو إلى نعم انتهت إلى كرة لدفاع الشبيبة وللحارس عسلة. الجماهير تحاول أن تدفع بالفريق لبذل مجهود أكثر والدخول في المباراة والوصول إلى الشباك وتحقيق المطلوب. المعادلة الصعبة ما زالت صحيحة لحد الآن. كرة وتغطية من سعد يخرج الكرة إلى رمي تماس. كرات طويلة ليست في مصلحة الشبيبة. دفاع الوفاق يلعب الكرات العالية بامتياز، يسيطر على الكرات ويلعب الكرات ويتمركز بطريقة جيدة. كرة ثنائية من هناك لمصلحة الشبيبة، محاولة المرور ولكن مقطوعة في الوقت اللازم، تتحول إلى عملية هجومية من بدران يحاول أن يؤدي الدور الذي كان يؤديه ربيع الغائب اليوم على التشكيلة إلى جانب النسخ. لشبيبة القبائل الحكم يعود إلى الخطأ لمصلحة رضواني في غياب يطو طبعا. كرة من جديد لجعبوط، يحاول جعبوط ثنائية ولكن مباشرة للحارس زغبا. حاولت قيادة عملية هجومية بين رضواني وكذلك جعبوط بالسرعة في التنفيذ وتبادل الكرة من أجل تقصير الخط الدفاعي للوفاق، ولكن لحد الآن ليس هناك جديد. من هناك على الجهة اليسرى محاولة توزيع الكرة العرضية داخل منطقة العملية. جعبوط يحاول ولكن تغطية من الدفاع. أوبومبو يخرج بمبدأ الأمان. سعدو يترك الكرة لشتي إلياس ليلعب هذه الرمية، رمية التماس من إلياس تلعب من جديد لدفاع الوفاق. يستخلص الكرة يسترجعها، يلعب كرة طويلة، البحث دائما عن بن عياد وحيدا امام ثلاث لاعبين. سعدو يتفوق، ينتظر المساعدة موجودة في وسط الميدان عن طريق بن يوسف البديل. يحاول بن يوسف يوصل الكرة ويغير الكرة مباشرة من هناك على الجهة اليسرى. طلب الكرة بن يوسف متروكة لابن العجية. يقول الحكم هناك لمسة يد وخطأ لشبيبة القبائل. رايح تضرب بأحد اللاعبين. السرعة ليست في صالح أو التسرع أحيانا في لعب الكرة للوفاق. تغطية دفاعية من رضواني، ضغط عليه من لاعبين في محور الدفاع. خرج الكرة مباشرة شتي. سعود في الوسط رايح من جديد، ضغط على حامل الكرة، مستخلصها مسترجعة من ايت عمر والوفاق. حدوش في الانطلاقة، حدوش وهناك خطأ من بن يوسف. غرادي بن يوسف على قرار الحكم المساعد هو بن يوسف. طبعا هناك خطأ واضح، محاولة المسك ومحاولة الاعتراض ومحاولة منع الحدوش من الانطلاق ومن التخلص من بن يوسف. كرة من شتي، سقوط تحت لاعبي الوفاق. سلامات سلامات يا شباب، سلامات سلامات يا سيدي. سقوط سيء. سنشاهد الكرة وسقوط سيء بعد كرة مشتركة مع إلياس شطي. دخول قوي واحتكاك قوي وسقوط ربما أيضا سيء. وسلامات على مراد بن عياد. شبيبة القبائل يحمل إلى خارج الميدان. سلامات حتى يتلقى العلاج والإسعاف وحتى يطمئن طبيب الفريق على أن بن عياد في
الحالة الطبيعية وليس متأثر، وسيعود إن شاء الله. ينتظرون أنصار شبيبة القبائل، ينتظرون فيما هو مطلوب اليوم. تحدث عن المطلوب صعب المنال. كرة إلى رمي التماس، يطلب الإياب الدخول. سعدو يطلب المساعدة موجودة من رضواني إلى الكرة، محاولة من هناك، يحاول ولكن تغطية من الدفاع بدون ارتكاب الخطر. وبامبو أيتو عمر يبعثها بن عياد بالراس، مقطوعة الكرة من شتي، يوصلها مباشرة لسعدو، بدوره يرسل كرة طويلة لرضواني أمام حدوش. رضواني وحدوش، الصراع متواصل، حدوش يتفوق في المرة الأولى، في الثانية يلعبها مع بكير، ضيع الكرة بكير. رضواني أمام جعبوط، يحاول جعبوط يرسل كرة وتوزيع أرضية، ولكن مرت بسلام على دفاع الوفاق وكذلك الحارس الزغبة. كرة أرضية زاحفة تبعت عن المتابعة، ولكن إلى ضربة مرمى وليس إلى ركنية. الصعوبة موجودة والمباراة معقدة ومغلقة لحد الآن. هو رضواني، هل المس الكرة باليد؟ نعم. حاول طبعا في وضعها صعبة، حاول أن يسرق كرة باليد، لم ينتبه إلى ذلك الحكم السيد. خطأ أو لا؟ هناك خطأ دفاع الوفاق. مباشرة الكرة للحارس الزغبة، يرسل كرة طويلة بعد بن عياد أمام قوة بالكلام. الكرة خطأ بصفة الحكم السيد بن عبد الله للقائد سعيد بالكلام. الوقت يمر، كل فريق يدفع في الاتجاه الذي يريده لحد الآن النتيجة متعادلة. بومبو يتفوق في هذه الكرة، ترجع للشبيبة، تسديدة قوية من بوخنشوش تضرب بأحد اللاعبين، تعود لبن علجية، يحاول أمام زيتي المساعدة والخطأ. يقول الحكم السيد بن عبد الله على زيتي القائد، والخطأ لشبيبة القبائل. ندخل في الدقيقة 65 من عمر المباراة. هو زيتي وكذلك بن علجية. صافرة الحكم أعلنت عن خطأ في هذا الاحتكاك والصراع على الكرة. بدران على الصورة، زيتي يقول لم أرتكب الخطأ. السيد بن عبد الله قرر أن هناك خطأ لشبيبة القبائل. بن علجية في التنفيذ، تكون داخل على مرمى الحارس الزغبة. الكرات الداخلة تضرب بجدار الدفاع، تعود من جديد دفاع الوفاق يتفوق في الأخير حدوش بمبدأ الأمان. تعود الكرة بن علجية في الوسط، يرسل الكرة للأمام، ساعد بن علجية من جديد. بن علجية هيلا يرسل، صعبة، يا سلام. قوي زغبة، خرج زغبة، غطى مرماه، منع الكرة من الوصول إلى الشباك، تتحول إلى عملية هجومية. بن عياد مع بكير، مراد بن عياد من هناك الكرة ممتازة، يوصلها لجحنيط، يحاول جحنيط بين أحضان الحارس سعسلة، واحدة بواحدة، ولكن الأولى كانت أصعب، وزغبة كان في المستوى وأنقذ مرماه. أخرج من جديد أيتو عمر. بن عياد، كرة في الأرض لشبيبة القبائل على الجهة اليسرى. البحث دائما عن مصدر الخطورة عن بن علجية، والمساعدة من شتي، مقطوعة من زيتي، يقرأ الكرة كما ينبغي إلى رمي التماس لمصلحة شبيبة القبائل. من جديد يحاول رايح في هذه الكرة، يوصلها لشتي، راح يلعب ويوزع كرة عرضية، ولكن زيتي من جديد في المرة الأولى والثانية يخرج الكرة مباشرة بمبدأ الأمان، ولكن وصلت لدفاع الشبيبة إلى رمي التماس.
أو إلى خطأ. طويلة بالرأس، حدوش في المرة الأولى، بكير في المرة الثانية. الكل يدافع والكل يهاجم في الطريقة والأسلوب والخطة التي يطبقها محمد شيخان. جابوت، ولكن إلى ضربة مرمى يقول الحكم. جابوت الاحتجاج على الحكم. جابوت سقط داخل منطقة الجزاء، ولكن ليست هناك ركلة جزاء كما يقول. أشار إلى ضربة مرمى للحارس الزغبة. ها هو جابوت يحاول أمام أوبومبو، حاول السقوط. بالكلام يتفوق، يستفيد من خطأ بن عياد. الروح الرياضية مطلوبة، ليس هناك طبعا. سعيد بالكلام معروف، لا نريد أن تخرج المباراة عن الإطار الرياضي وعن الروح الرياضية. التنافس في هذا الإطار يكون أفضل وأحسن لكل طرف، يكون مقبول أيضا من الجماهير المتفرجة. زغبة أنقذ مرماه من هدف في افتتاح النتيجة والتسجيل لشبيبة القبائل. خرج وغطى وتصدى للكرة. رمي تماس، تلعب طويلة. ايتو عمر، لا بدران يحاول امام جعبوط. الصراع على الكرة الى رمي تماس اللي حدوش والوفاق. بن عياد جعبوط، كرة ثانية هناك خطأ. خطأ لشبيبة القبائل أمام الكرة. بن يوسف، بن يوسف في تنفيذ الخطأ لشبيبة القبائل. شتي يحضر مع بن عجيان، مضغوط عليه، يرجع للدفاع لسعدو. كرة طويلة، جابوت يحولها بالراس. شتي من جديد، تغطية دفاعية من هناك من سعد بثقة كبيرة يخرجها إلى رمي تماس. بحث عن ذلك سعدو لهذه الكرة أمام جحميد. الوقت يمر، نتيجة متعادلة بين الفريقين، معادلة مستمرة، والطرف الآخر يبحث عن تكسير هذه المعادلة. 3 نقاط. محاولة بالراس من بن يوسف، تغطية من حدوش في كل مكان. من جديد يحاول بكير، من هناك زيتي، وصل بالكرة زيتي. جحنيد، زيتي متحرك، جحنيد تبادل كرة، جحنيد من جديد مقطوعة. خرج الكرة الجهة اليمين لا رايح، وصلت مباشرة للظهير أردواني بالخطأ مباشرة لجحنيد. لكن تسرع في لعب الكرة باتجاه الهجوم. زيتي من جديد في الوسط، ايتو عمر على الجهة اليسرى لبكير، تغطية من الدفاع وتخرج مباشرة إلى رمي التماس بسرعة ملعوبة. بن يوسف، جرار يستمجد بالدفاع. سعدو رايح يلعب على الجهة اليسرى، ينقل الكرة من هناك حسب التوجيه وحسب التعليمات للشبيبة من جديد. سعد في التغطية، بدران
سعدو توامر، الكرة طويلة مباشرة إلى خارج أرضية الميدان. رمي التماس لشبيبة القبائل تحاول أن تضغط، تحاول أن تتقدم بهذه الكرات. من جديد جابوت في الوسط رايح غير اتجاه بكير. بالعياد يحضر توامر، جحنيت توامر، تفاهم كبير بهدوء في الوسط ثلاثية. تبادل كرة تخرج من جديد. بدران محاولة، هناك خطأ. الحكم لبن عياد. العرقلة من رضواني منعه من الوصول إلى الكرة. قرار سليم من الحكم السيد بن عبد الله، منع بن عياد من الوصول إلى الكرة بالعرقلة. خطأ. حدوش، كرة من هناك. حدوش بالرأسية، محاولة والحارس عسلة مرة ثانية ولكن إلى ركنية. فرصة كبيرة وخطورة وكرة ساخنة على مرمى الحارس عسلة ودفاع شبيبة القبائل. من جحنيط على الصورة حاول أن يخادع بكرة أرضية ولكن الحارس كان بالمرصاد عسلة. تذهب الكرة إلى ركنية لمصلحة الوفاق. ملعوبة بالراس للحارس عسلة، سهل. تخديم أوبامبو ربما يخشى كما صرح وقال المدرب بوزيدي من الإرهاق من تعب. بالكلام يخرج الكرة إلى رمي التماس. الحل الأخير بسبب هذا الضغط من جانب بدران يؤدي في دور ربيعي اليوم بالغائب. بن عياد يحضر، حدوش يوقف على الكرة. سعيد بالكلام يرجع الكرة أمامية لأوبامبو بالراس. جعبوت يحضر الكرة لبن يوسف. جعبوت وبن يوسف، تغطية من بدران مسترجعة من حدوش، تعود للوفاق. بدران من جديد، كرة لبن يوسف، راية مرفوعة. ماذا هناك؟ يقول الحكم هناك خطأ. خطأ لزكريا حدوش. وصلنا للدقيقة 75 من عمر المباراة وزمن اللقاء. لا أهداف بين الفريقين. خرج الكرة دفاع شبيبة. جحنيت يحاول المرور أو سيتي مقطوع يطلب المساندة في الوسط. يتحرك جراح، خطأ يقول الحكم من بدران. هاي الكرة طبعا بدران واعتراض، منعه من المواصلة، من السيطرة على الكرة. دفاع الشبيبة والخطأ يقول الحكم لدفاع الوفاق. رضوان ارتكب الخطأ على بكير البديل. ها هي الكرة، ضغط والدفع على بكير من رضواني. زغبة في تنفيذ الخطأ للوفاق. الكرة طويلة، بن عياد مع رضواني. سعيد بالكلام تصرف في لعب الكرة. حدوش في المكان المناسب. أوبامبو، كرة أمامية لدفاع الشبيبة. سعدو شتي على الجهة اليسرى. من هناك شتي في هذه الكرة. محاولة لشبيبة القبائل، التوزيع العرضية. عاد بن يوسف، يا سلام
الكرة في سقف مرمى الحارس زغبة بعد عرضية، الدفاع يتابع لكن خروج بن يوسف من الخلف أسعد الجماهير الغفيرة الحاضرة اليوم فوق مدرجات ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو. بن يوسف هدف زائد بطاقة صفراء. تحركت الجماهير فوق المدرجات بهذا الهدف الذي انتظره الأنصار كثيرا. توزيع من شتي، هاو بن يوسف استلم الكرة وسدد بعد ذلك بقوة كبيرة صعبة على الحارس الزغبة بقوة وبيسرى. بن يوسف المتقدم وبعد ذلك المتراجع لاستقبال الكرة وللترويج في المرة الأولى، المتابعة في المرة الثانية بطريقة ممتازة في سقف الزغبة التي كان أو الشباك التي كانت تنتظر في هذه الكرة، معلنة عن أول أهداف المباراة وافتتاح باب التسجيل وفرحة كبيرة لعناصر الشبيبة والأنصار. سعادة والبطاقة الصفراء لبن يوسف طبعا من الحكم السيد بن عبد. إلياس هو مفتاح المباراة، كيف سيكون رد فعل الوفاق؟ كيف سيكون؟ كل شيء ممكن في كرة القدم. خطأ يقول الحكم لمصلحة الوفاق. الخبر السعيد جاء بقدم بن يوسف البديل بعد خروج حمار في الشوط الأول. كرة لزيتي وللوفاق في محاولة للرد على الهدف الذي سجله بن يوسف. أسعد الجماهير الحاضرة اليوم. عملية البحث عن النقاط الثلاث متواصلة. المعادلة الصعبة لحد الآن تمكن من فك اللغزية وسرها بن يوسف في الدقيقة 77. كرة لزيتي، ملعوبة من ايت ومر، من هناك تغطية من دفاع يخرج في المرة الأولى والثانية بمبدأ الأمان. رايح الكرة مباشرة إلى رمي التماس إلى الجماهير من الجهة المقابلة. الأهداف هي التي تغير كل شيء في المباريات، الروح التي تغير كل شيء في المباريات. عندما تحضر روح الملاعب وتحضر روح المباريات هي الأهداف، تتحرك كل شيء. زيتي وكرة أخرى للوفاق، مركبة على الأهداف مباريات كرة القدم، مركبة سرها مركب على الأهداف. من هناك الوفاق تغطية دفاعية، تدخل مع الجحنيد. شتي رقم 15 الظهير الأيسر للوفاق، مدافع واعي، ربما الاحتكاك القوي. عبود يعود، وإلى أي ملعب يعود؟ يعود إلى ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، إلى فريقه الأصلي كبديل ثاني في تشكيلة المدرب عبد الحق بن شيخ. في مكان سيدهم قدم عليه سيدهم في وسط الميدان، وعبود رقم 21 من أجل تحريك الوسط والهجوم. كرة من هناك لمصلحة الوفاق. زيتي ورمي التماس راح تكون طويلة داخل منطقة الجزاء، محولة بالراس الدفاع دخلت على سعيد بلقل متسددة من باكير، تعود من جديد ولكن تغطية إخراج الكرة بمن الأمام مباشرة إلى سعد. واحد مقابل لا شيء. بن يوسف في الدقيقة 76 أو 77 وجد الحل بيسار بكرة عقدية من شتي، تمريرة حاسم، تعامل أيضا بن يوسف مع الكرة كان ممتاز. رأسية أولى وثانية من جانب الوفاق، محاولة من عبود، من هناك جحنيد، الكرة إلى رمي التماس لجحنيد وللوفاق الذي يريد أن يرد
على الهدف. أجواء استثنائية وفنية. ربما هناك بعض من الأنصار الذين أغمي عليهم. بطاقة صفراء لبدران. أول بطاقة صفراء كانت لبن يوسف بعد تسجيل الهدف والثانية لبدران. الحماية المدنية تحاول أن تقدم العلاج والإسعاف في بعض الأنصار الذين أغمي عليهم. بدران والبطاقة الصفراء بعد هذه الكرة كما نشاهد وتشاهدون. تدخل من بوخنشوش. وصلنا للدقيقة 83 تقريبا. يحمل أحد الأنصار كيتون في الدفاع. طبعا يفكر المدرب بوزيدي على الصورة في تحسين الدفاع والحفاظ على النتيجة المسجلة لحد الآن والمرسومة بواحد مقابل لا شيء. خطأ لبدران. أي تؤمر حب يلعب الكرة بسرعة، يحول الكرة إلى عملية هجومية مرتدة. بوخنشوش والبطاقة الصفراء. كان هناك ربما اعتداء من بوخنشوش. البطاقة الصفراء إذا كان هناك اعتداء فربما كان يحتاج ذلك إلى شيء آخر، إلى بطاقة ربما أخرى. نقول هذا الكلام وخبير التحكيم في البلاطو السيد محمد يوبي. أخبرنا يا خبير وأجبنا كيف كان الحال في هذه اللقطة. سنشاهد. أو بوخنشوش ربما لا يستحق بطاقة صفراء. كيتون في مكان بوخنشوش من أجل تحسين المنظومة الدفاعية ودفاع الشبيبة، من أجل الحفاظ على الهدف الوحيد واليتيم المسجل لحد الآن ولكن غالي يساوي 3 نقاط نقول هذا. والمباراة في الدقيقة 85. أيضا هناك عواج من جانب فريق الوفاق في مكان بومبو. إخراج المدافع ودخول مهاجم من جانب بن شيخ في العرض على بوزيد. من هناك بن يتمكن من هذه الكرة بطريقة هو ترويض الكرة بطريقة غريبة وعجيبة ولكن وقفت الكرة وتتحول مباشرة. تماس عواج على الصورة البديل في تشكيلة عبد الحق بن شيخ. طبعا أداء الوفاق تغير تماما من جولة إلى أخرى، يتغير يتحسن ويلعب الوفاق بطريقة أفضل وأحسن. وكما قلت وقال المدرب عبد الحق بن شيخ نحن نفكر في رابطة الأبطال ونحضر لهذه المنافسة حتى يكون الفريق جاهز بكل العناصر الممكنة التي ممكن أن توظف. ها هو عبد الحق بن شيخ الذي يحضر في السيستم كما يقال في نظام اللعب والطريقة التي تمكنه من الذهاب بعيدا في رابطة أبطال إفريقيا. عسلامة ساقط على الأرض. سوف يقدم له العلاج وسوف يقدم له الإسعافات. بوزيدي والتعليمات والتوجيهات الأخيرة من أجل الحفاظ على النتيجة وعلى الهدف. كم هي صعبة المباراة. دفع من الدوش ودفع من جرار ايضا. طبعا يحتاج بطريقة رياضية الحديث مع الحكم المساعد الاول السيد بورشو. حتى
الجماهير التي كانت تنتظر في الهدف الأول أو في افتتاح باب التسجيل تمكنت من مشاهدة ذلك في الدقيقة 76. سجلت عندي في الدقيقة 77 عن طريق بيسرى بن يوسف. لم يكن الأمر سهلا أبدا في هذه المباراة الصعبة المعقدة. بدران يحاول الكرة خير بكير يحاول مع جهنيد سعيد بالكلام يرجع الكرة بيبدا الأمام لبن يوسف. حدوش زكريا في مجهود كبير. لدفاع شبيبة القبائل سعدو يحاول البحث عن جيل ملاك خطير سريع يحاول يوقف على الكرة أمام موزيتي. محاولة المرور من جديد يحتفظ بالكرة يستفيد من ركنية أيضا مع الجماهير يحاول أن يطلب من الجماهير المساعدة. ركنية لشبيبة القبائل بعد محاولة من هذا اللاعب بن علجية على الصورة. محاولة المرور أمام زيتي قطع الكرة وتحولت مباشرة إلى ضربة ركنية لمصلحة شبيبة القبائل ملعوبة على مرتين في الأولى. الثانية راح تكون توزيعة باتجاه القائم الأول والزغبة موجود في القائم الأول يطلب طبعا تحرك اللاعبين عناصر الوفاق في الهجوم من أجل لعب كرة مرتدة تبدأ من الحارس. هناك خطأ يقول الحكم لمصلحة الوفاق. اللاعب البديل رقم 21 90 دقيقة ستنتهي بعد لحظات من الآن. دون احتساب الوقت البدل الضائع ملعوبة مباشرة بسرعة للوفاق. محاولة المناورة من هناك على الجهة اليمنى تعود الكرة مقطوعة من جانب شبيبة القبائل تتحول إلى عملية هجومية له. بن علجية يحاول المرور سريع بن علجية يحاول المرور بن علجية سريع ينطلق بن علجية وتضرب بسعد جعبوت مرة أخرى. وهذه الكرة محاولة المرور أمام سعد يمر جعبوت ولكن سعد يغطي الكرة كما ينبغي. مدافع واعد أقولها من اليوم واعد جدا هذا المدافع سعد. زغبة طويلة جراح يوصل الكرة لبن يوسف ينتظر المساندة حدوش أمامه فوق حدوش مرة الأولى في الثانية الكرة مباشرة إلى ضربة مرمى. التدخل من رضوان للحارس زغبة. كم هو الوقت والبدل الضائع؟ اللوح الإلكتروني نعم 4 دقائق 4 دقائق هو الوقت والبدل الضائع لهذه المباراة المعقدة. التي وجدت الحل وما زالت مستمرة. وجدت الحل الأول في الدقيقة 77 من هناك زيتي لمصلحة الوفاق. لا وجود لخطأ يقول الحكم تتحول إلى عملية هجومية إلى كرة اللي بن علجية سريع عندما ينطلق يراوغ يحاول يوزع لا يحتفظ والتغطية ممتازة من بدران. عيبود من جديد في الوسط ايت وعمر يوصل الكرة بالخطأ جعبوط دفع من بكير والخطأ رضواني منطلق يربح وقت يحاول ان يربح وقت كان الخطأ من بكير. اللاعب الشاب في تشكيلة وفاق سطيف
في الوقت البدني الضائع. مرت الدقيقة الثانية والكرة لمصلحة شبيبة القبائل في هذا الخطأ. كرة ملعوبة مقطوعة من حدوش، أسبقية دائما لحدوش. يعود حدوش من جديد ولكن بكير يتفوق في هذه الكرة العالية. مراد بن عياد مع بكير، تغطية دفاعية من جراح بالخطأ. انطلق بن عياد، تغطية دفاعية من سعد. يفتح هذه الكرة مباشرة إلى رمي تماس بقوة كبيرة. لا رمي تماس للوفاق. بيت وعمر حدوش زكريا يلعب كرة رمي التماس من جديد بالخطأ. الكرة إلى رمي التماس ولكن هذه المرة لشبيبة القبائل. الآن أصبحت الشبيبة تلعب على الوقت، ربح الوقت والحفاظ على النتيجة. إثارة بدأت في الدقيقة 76 مستمرة. رضواني طول كرة طويلة، سعد حدوش من جديد. الكرة تعود لسعد في التغطية، يلعبها مع حارسي زربة. زربة من جديد لسعد بمبدأ الأمان. سعد بدران 30 دقيقة الثانية الأخيرة. بدران ايت وعمر يحول كرة، محاولة من بن عياد أمام لاعبين، لا وجود لخطأ يقول الحكم. من جديد الصراع، الإبعاد لسعد، لا ينتبه. وفي هذه الأثناء السيد بن عبد الله حكم هذه المباراة يعلن عن نهاية اللقاء بواحد مقابل لا شيء لشبيبة القبائل. سجله بن يوسف في الدقيقة 77. 3 نقاط أخرى جديدة لشبيبة القبائل أمام الوفاق، تصل إلى النقطة 29 وتتمكن من ربح الرهان مرة أخرى على أرضها وأمام جماهيرها. ولكن اليوم كانت بصعوبة كبيرة. بن يوسف هو الذي تمكن من فتح السر واللغز الذي كان طال انتظاره. هكذا كانت المباراة وهكذا كانت النتيجة. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. شكرا للفريق العمل معنا والذي قدمه الزميل المخرج ياسين سادات. نلتقي في